السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو. مع اقتراب ذكرى عيد المولد النبوي الشريف اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم تقنية الوجديه بادق التفاصيل وكتجي ناجحه 100% وبمكونات اللي بساط بزاف. كنتمنى اخواتي الى عجبكم الفيديو تبارطاجيوه مع العائله ديالكم والاصدقاء، وما تنساونيش من اللايك ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه باش هكا الفيديو كيطلع لباقي المشتركين، وما تنساونيش من الاشتراك في القناه. وخليكم مع الفيديو حتى الاخير وطريقه التحضير. بسم الله نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات غادي يكونوا عندي هنايا زوج ديال المكونات كما كتلاحظوا. عندي الزيت النباتيه وعندي الدقيق فورس. هنايا بالنسبه للكميه ديال الزيت انا عندي هنا لتر اونص ديال الزيت النباتيه، وكنضيف له 2 كيلو ديال الدقيق فورس. هنا كنرد الطنجره من فوق النار على نار اللي كتكون مهيله، وكنضيف لها ديك لتر اونص ديال الزيت. بالنسبه للطنجره تكون ثقيله واحد شويه، الا ما كانتش متوفره طنجره ثقيله غادي تضيفوا في الكوكوط لتر اونص ديال الزيت حتى كطيب البنات. وكنضيف لها بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا الدقيق 2 كيلو ديال الدقيق بالضبط، يعني ما كنفوتوهاش وما كنقصوش عليها. لتر اونص ديال الزيت نعاود نقولها لكم البنات ب2 كيلو ديال الدقيق فورس. كما كتشوفوا راح نخلي الزيت حتى كتسخن مزيان او حتى كطيب، كنبقى نضيف لها الدقيق بهذه الطريقه هذه اللي كتلاحظوا معايا، وكنخلط بمعلقه. بالنسبه للمعلقه ضروري تكون هكا شي معلقه خشبيه باش هكا ما كتهرسش. كنستمر بهذه الطريقه اللي كتلاحظوا معايا حتى كنضيف داك الدقيق كامل. كما كتعرفوا حنا المنطقه الشرقيه ضروري ما كتكون عندنا حاضره تقنيتها في اسبوع او 3 ايام، يعني او في شي ذكرى هكا ملي كيكون ذكرى عيد المولد النبوي الشريف، يعني كنحضروا تقنيتها كتكون حاضره عندنا في الطبله. ملي كنديروها بكميه اللي كتكون كبيره بزاف ضروري كنديروها في شي طنجره اللي كتكون كبيره، وكنديروها من فوق الفخر او على الريشو. هنا كما كتشوفوا كنستمر بهذه الطريقه، كنخلط بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا حتى كيتختفى الدقيق. وهنا بالنسبه للكميه جات لي هاد الطنجره صغيره واحد شويه، غادي نقسم الكميه ديال التقنية على زوج، غادي نديرو على زوج طناجر. وهنايا البنات ملي كنضيفوا الدقيق راه كتقساح كتولي حجره البنات، كنعطيو لها شويه الخاطر وكنبقاو نخلطو غير بشويه بشويه على نار اللي كتكون مهيله حتى كترخف البنات. هنا كما كتشوفوا تقنية راها كترخف وكترجع على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا، كنبقاو نحركوها بكل سهوله. كما كتلاحظوا معايا هنايا على نار اللي كتكون مهيله البنات، دائما النار كتكون شمعه، وكنبقاو مستمرين في التحريك، يعني ما كنحيدوش من قدامها وحنا كنحركو حتى كيتغير اللون ديالها من اللون الابيض للباج. كما كتلاحظوا معايا هنايا غادي نقرب لكم واحد شويه، يعني كيرجع الشكل ديالها على هذا الشكل هذا، يعني كترجع للباج. وكنبقاو نحركو مستمرين في التحريك البنات حتى كطيب. هنا كما كتشوفوا ما بغيتش نقطع معكم المقاطع باش تشوفوا ادق التفاصيل، يعني كتشوفوها كامله كي كنديروا لها. هنا كما كتلاحظوا معايا البنات كنبقاو نحركو بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. ها نتوما تشوفوا يعني بدا اللون ديالها كيتغير وبدات كطيب البنات وكتحمر. كنستمر بهذه الطريقه هذيك اللي كتلاحظوا معايا، وكنستمروا في التحرك. هي كتاخذ لنا شويه اليد البنات، يعني كنبقاو كنحركوا ما كنحيدوش من قدامها، حيت الا حيدت من قدامها دغيا دغيا كتحرق البنات في القاع ديال الطنجره. كنبقاو نحركوا ومستمرين في التحريك، يعني ما كنريضوش. الطياب ديالها البنات كيجيب من ساعه ونص حتى لساعه و40 دقيقه، يعني وهي كطيب، يعني كتشد شويه الوقت بصح كتجي زوينه وكتجي رائعه البنات. ما عليكم الا تجربوها غادي تعجبكم عفوا بهذه الطريقه هذه باش حضرتها انايا. هنا كما كتشوفوا اللون ديالها يعني بدا كيتغير، هنا تقريبا راها طابت ما باقي لهاش بزاف. ملي كترجع على هذا الشكل هذا كنحسبوا لها 10 دقائق او 15 دقيقه وحنا كنحركوا. واللون على حسبكم نتوما، يعني كل واحد وكي كيبغيها في اللون. كاين اللي كيحمرها بزاف وكاين اللي كيخليها باج واحد شويه، يعني كتحمر غير واحد شويه وكيحيدها. وبالنسبه للطياب يعني راها كتكون طايبه، يعني اللون كما بغيتو نتوما. الا كنتو باغيينها تجي محمره بزاف يعني كتحيدوها قبل، حيت ملي كنحطوها كيرجع عليها ديك السخونيه، كترجع عليها وكتحمر وهي محطوطه. كما كتلاحظوا معايا البنات بيتها ليله كامله، يعني حيدتها وخليتها حتى بردات ليله كامله. كما كتلاحظوا معايا يعني اللون ديالها تغير البنات بزاف، يعني تحمرات وهي محطوطه. هنا عندي المكونات اللي غادي نضيف لها، عندي الكاوكاو وعندي الجنجلان والقرفه وسكر كلاصي او سكر بودره. بالنسبه للكاوكاو كما كتشوفوا معايا انا دهنته بالزيت النباتيه، دخلته للفرن على نار اللي كتكون مهيله. مره كنبقى نحركو حتى كيتحمر وكنخليه حتى كيبرد. وطحنتوه البنات، طحنتو في الهاشوار، يعني ما جايش مطحون بزاف يعني مدقدق بزاف، كيبقى واحد شويه باين. وكاين اللي كيطحنوا كيديروا بودره، يعني كيطحنوا مزيان باش هكا ما كيجيش باين فيها، كيعطي غير المذاق.
كما كتلاحظوا هنايا معايا ملي باتت الطاقم التاليله كامله وبردات كما كتشوفوا زادت تحمرات، وانا هذا هو اللون اللي باغياه واللي تحصلت عليه هنايا. كما كتلاحظوا يعني اللون ديالها كيجي زوين هكا. هنايا غادي نضيف لها المكونات. بالنسبه للمكونات كنضيف سكر كلاصي، وبالنسبه للسكر على حسب الرغبه ديال كل واحد. كاين اللي كيبغيها حلوه وكاين اللي كيخليها شويه، حيت هي كنتناولوها مع التمر. وضفت واحد نص معلقه ديال القرفه، وضفت هنا الزنجلان، انا ضفت زلافه، والكميه على حسب الرغبه ديالكم نتوما. الا باغيين تقسموا الكميه على زوج يعني واحد النص كطحنوه والنص اللي باقي كتضيفوه هكاك. انا ما كيعجبنيش فيها مطحون داكشي علاش ما طحنتوش، يعني ضفتو غير هكاك حبوب. وكنخلط بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا معايا. غادي نخلي الكاوكاو يعني حتى الاخر عاد باش غادي نضيفو. وتقنته ديالكم الا كنتو باغيين تنسموها بالزرع ديال السلو تقدروا تنسموها بالنافع وحبه حلاوه. من الاحسن تبقى هكاك حسن باش بابا ما كتجيش هكا بحال السلو، يعني ما كديروش فيها الزراره. كاين اللي كيضيفهم وكاين اللي ما كيضيفهمش. والوصفه الاصليه يعني كتكوني بالكاوكاو والزنجلان واللوز. يعني اللوز كاين اللي كيضيفوه كاين اللي ما كيضيفوش، داكشي على حسب الرغبه ديال كل واحد، يعني ما كيكونوش فيها الزراره. اللي باغي ينسمها بالزراره ديال السلو يقدر ينسمها. هنا كما كتشوفوا كنخلط بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا معايا. وهنا البنات غادي نخدم بيديا، غادي نعجنها مزيان باش هكا كيدخلوا فيها المكونات مزيان. يعني كنعجنوها بيدينا باش هكا المكونات كيتخلطوا مزيان مع بعضياتهم بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. والكميه كل واحد راه كيحضر على حسب الرغبه ديالو، يعني ماشي ضروري تكثروا او تقلوا، وكل واحد كيحضر على حسب الرغبه ديالو. هنا كما كتشوفوا كنخلطها مزيان. ها نتوما تشوفوا هنا عن قرب يعني كتجي عامره بالكاوكاو والزنجلان، يعني كيجيو فيها باينين. هنا كما كتشوفوا كنقلب الكاميرا للجهه الاخرى غادي يبان لكم اللون ديالها الحقيقي. ها نتوما كتشوفوا يعني ما كتجيش يعني مطلوقه بزاف او مرخوفه بزاف، كتجي قاصحه، كتجي تقريبا بحال السلو، يعني ما كتجيش مرخوفه بزاف. وتقنته الاصليه كما قلت لكم البنات راه كيديروا لتر ديال الزيت في كيلو ديال الدقيق، وكتجي مرخوفه بزاف. انا ما كتعجبنيش يعني هكاك، داكشي علاش باش درت هاد الطريقه هذه، يعني باش كتجي شاده في راسها واحد شويه. وهنا كما كتشوفوا بعد ما كنسالي غادي نحطها في الطبق ديال التقديم. كاين اللي كيحطها هكا في الطبق اللي كيكون كبير الا كانت العائله يعني في الطبله كبيره، يعني كانت مجموعه الناس يعني كثار. وكاين اللي كيحطها في طبيصلات اللي كيكونوا صغيورين. كما كتشوفوا هنايا غادي نحطها في الطبق اللي كبير واحد شويه، وكل واحد كيحطها كل واحد كيقدمها للضيوف ديالو. والطريقه ديال التزيين البنات ما كنزينوهاش حتى كنبغيو نقدموها للضيوف. هنايا غادي نزينها بالتمر والكركاع والكاجو. كما كتشوفوا غادي نزينها بهذا الشكل هذا اللي كتلاحظوا معايا. غادي ندير خطوط بهذا الشكل هذا بالتمر. والتمر قسمتها لنصفين كما كتلاحظوا معايا، يعني قسمت كل حبه ديال التمر على زوج، وكنزين بها بهذا الشكل هذا اللي كتلاحظوا معايا. والتزيين كما قلت لكم البنات تزيين دائما على حسب الرغبه ديال كل واحد. وكنزيد شويه ديال الكركاع بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا، وكنزين هنايا بواحد شويه ديال الكاجو تقدروا ديروا في بلاصتو اللوز. والتزيين على حسب الرغبه ديال كل واحد، او لا متوفر عنده او تقدروا تقدموها غير بالتمر، يعني ماشي ضروري يكون فيها هذا الشيء. وهانتوما تشوفوا الشكل ديالها النهائي بعد ما كتوجد وكنزينها. هانتوما تشوفوا الشكل ديالها كتجي زوينه بزاف وكتجي رائعه وما كتجيش سايحه البنات، يعني كتجي شاده في راسها واحد شويه. كاين اللي غادي يقول لي يعني راه ماشي صحيه، يعني فيها الزيت النباتيه بزاف، يعني ماشي ما كنحضروهاش يوميا، يعني كتكون حاضره في الطبله. يعني كنحضروها او كنتناولوها مره في العام او زوج ديال المرات في العام، يعني ما كنتناولوهاش بزاف. الا كانت هكا شي ذكرى كما اليوم ذكرى عيد المولد النبوي الشريف، او الا كان هكا شي اسبوع او شي 3 ايام، يعني مره في العام او زوج ديال المرات في العام على الاقل. هنا البنات راه كتجي بحال السلو، يعني ما كتجيش سايحه بزاف او كيجيو فيها او كتجي الزيت باينه فيها كما كتلاحظوا معايا، راه كتجي قاصحه. والشكل ديالها كما كتلاحظوا كيجي زوين بزاف، وماشي غير الشكل البنات حتى المذاق راه كيجي زوين بزاف وكيجي رائع. صدقوني جربوها بهذه الطريقه هذه غادي تعجبكم. وكنتمنى حبيباتي الى عجبكم الفيديو تبارطاجيوه مع العائله ديالكم والاصدقاء، وما تنساونيش من اللايك ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه باش هكا الفيديو كيطلع لباقي المشتركين. وشكرا لكم بزاف، ومع السلامه الى الفيديو المقبل ان شاء الله، في امان الله.